فيديو واحد بس قلب مصر كلها. عيل صغير بيضرب راجل عجوز بالبوكس في وشه، والناس مش مصدقة اللي شافوه. الحكاية دي كانت في السويس، واللي حصل إن في خناقة على بيت واتقلبت لخناقة كبيرة. الواد مد إيده على راجل كبير، واللحظة اتصورت واتشهرت. البوليس اتحرك بسرعة، والواد اتقبض عليه والتحقيقات شغالة. الناس كلها بتسأل فين الأدب؟ الكرامة مش بالسن، واحترام الكبير مش منا، ده أصول. قول لي رأيك، تتصرف إزاي لو شفت موقف زي ده؟ الراجل العجوز بعد اللي حصل اتأثر قوي نفسيا، بقى خايف حتى ينزل من بيته، وقال لجيرانه إنه عمره ما كان يتخيل إن الإهانة دي تحصل له وهو في السن ده. بنته طلعت في الفيديوهات بعد كده منهارة، بتعيط وبتقول أبويا غلبان ومش بتاع مشاكل، كل اللي طلبه حقه وكرامته. كلامها وجع قلب الناس كلها. البوليس اتحرك بسرعة أول ما الفيديو انتشر، والواد اللي ضرب الراجل بالقلم اتقبض عليه واتحول على النيابة. والناس على السوشيال ميديا عمالة تطالب بعقوبة ما تقلش عن 10 سنين سجن، كلهم بيقولوا علشان يبقى عبرة لأي حد يقل أدبه على كبير. كل واحد حس إنها قرصة وجع في كرامة أي أب وأي أم. اللي حصل ده خلى ناس كتير تقف مع نفسها. إيه اللي وصلنا لكده؟ الرحمة راحت فين؟ الشارع المصري عمره ما كان مكان للإهانة، بالعكس ده طول عمره معروف بالجدعنة والأصول. وناس كتير كتبت على السوشيال ميديا مش عايزين عقاب بس، إحنا عايزين تربية ترجع تحترم الكبير وتخاف من ربنا قبل أي حاجة.